بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا في مواضيعنا الدوائية إن شاء الله نتطرق إلى الأشكال الصيدلانية. أحد أهم الأشكال الصيدلانية هي الحبوب، مثل ما تعرفون الأكثر شيوعا، الأسهل استخداما، ما تحتاج إلى تقنية معينة أو شخص يساعدنا بلع الحبوب. قضيتها جدا بسيطة وسهلة ومحببة لأكثر المرضى، أكثر من الإبر، يعني الحقن أو التحاميل أو الشراب أو ما شاكل من الأشكال الصيدلانية. مثل ما تشوفون أخواني الأعزاء أنه هذين الحبوب ألوان متعددة، أبيض، أصفر، أحمر، أزرق إلى آخره. أول سؤال هنا يرد: هل إنه المادة الدوائية هي لونها حمراء، المادة الدوائية لونها زرقاء، المادة الدوائية لونها بيضاء؟ هذا اللون منين دا يجي؟ هاي وحدة. ليش أشكالهن متنوعة؟ ليش أكو دائري كبير، دائري صغير، أكو طولانية إلى آخره، أكو مقسمة قسمين ثم هاي لونين وإلى آخره من الألوان. القضية الثالثة الوزن مالتهن، يعني مثلا تاخذ دواء مال ضغط أبو 5 ملغ أو أبو 100 ملغ أو أبو 2 ملغ أو نص ملغ وإلى آخره. زين، شو الحباية من نحطها على الميزان نلقاها 2 غرام، يعني 2000 ملغ. نحط الثانية مثلا نلقاها تقريبا 1 غرام، يعني 1000 ملغ. زين، نحط الثالثة مثلا نلقاها 600 ملغ. نحط الصغيرة بيهن نلقاها يعني تقريبا 180 ملغ. زين، إذا هو الدواء 5 ملغ وأنا دا ألقى الحباية 500 ملغ، زين هاي البقية لعشنو؟ بقية المكونات لعشنو؟ ليش تقسم بعض الحبوب وبعض الحبوب لا تقسم إلى أنصاف وأرباع مثل ما نشوف إذن الحبايات؟ فمن أجل أن نجاوب على هذه الأسئلة علينا أن نعرف أنه هذه الحبة لا تحوي على المادة الفعالة فقط، وإنما هنالك مواد غير فعالة تستخدم لتحضير الدواء بالتقنية المطلوبة. يعني شلون؟ يعني مثلا ستة من تطلب لفة أو كيكة، تعرف أنه الكيكة هي مو فقط طحين، أو اللفة مو فقط لحم وصمون أو خبز. لا، أكو كثير من الأمور اللي توضع حتى يعني تظهر بالشكل المطلوب، من أمثال الزيت، من أمثال البيكنج باودر، من أمثال الملح، المطيبات وإلى آخره. نفس الشيء في الدواء، أكو مواد متعددة توضع من أجل أنه شنو؟ أنه الدواء يعمل بالشكل الصحيح. فمثلا توضع مواد رابطة على مود الحباية تربط بالشكل الصحيح، لأن أحيانا الحباية ما تربط، مثل الرمل تتفتفت. وأيضا مواد تخلي الحباية من يوصلها المي داخل المعدة تفلش الحباية، نسميها ديسنتيجرانت. وأكو حبات وأكو مواد نسميها مواد مزلقة تسهل عملية انزلاق الباودر في الجهاز، يعني في جهاز كبس الحبوب. وأيضا مواد مزيتة تمنع تكتل يعني جزيئات الدواء مع بعضها البعض وإلى آخره. مواد ملونة، مواد على مود يعطيها لون محدد، ومواد مطيبة على مود يعطيها طعم خاص، ومواد تعطيها كسوة خارجية لأغراض معينة. فلهذا عرفنا أنه أكثر مواد الحبة هي مواد غير فعالة توضع في وسطها، يعني في الخلطة مالتها المادة الفعالة. نجي للألوان، احنا قلنا عندنا ألوان متعددة. الألوان هي مواد ملونة. فأنت مثلا إذا تأخذ لزنوبريل مثلا 5 ملغ لونه بهذا اللون مال الشركة الفلانية، شركة إلي. في شركة با تسوي شوية أصغر وبلون أزرق، والثالثة بلون أحمر. ماكو فرق بالموضوع، مجرد أنه شركة أليف استخدمت مواد ملونة، الشركة بها استخدمت غير لون من أجل التميز، أنا متميز حبتها، والشركة جيم استخدمت لون ثالث. هاي بالنسبة للألوان. بالنسبة للأشكال، أنه صغيرة، كبيرة، دائرية، طولانية، أيضا تعتمد على سياسة المصنع، ما لها علاقة بمدخلية الدواء.
المعدة ما راح تفتهم انه هاي دائرية، لو هاي طولانية، لو هاي صغيرة، لو هاي كبيرة. لا ابدا، هو الدواء اللي راح تتفلش داخل المعدة ويبدي يتحرر الدواء شيئا فشيئا في المعدة والأمعاء. القضية الثالثة، ليش بعض الحبوب يعني مقسمة إلى قسمين أو 4 أقسام. هذه الأقسام فد إشارة إلى أنه أنت يمكن لك أن تقسم الدواء. بعض الحبوب ما يخلي لك بها قسم. شنو معناتها؟ هنا تستشير الصيدلي أنه هل يمكن أن نقسم الحباية قسمين أو لا. ليش تستشير الصيدلي؟ لسببين. يعني السبب الأول، أكو بعض الأدوية ما ممكن تتقسم. ليش؟ لأن هي بطبيعتها ما تصير أكو تنظيم عادل للمادة الفعالة، فمن تقسمها نصين، مثلا سائل الحبة تكمش مثلا تقسمها نصين، هي أم 500 ملغرام، فيجوز تلقى بهذا النص 350 ملغرام وبهذا النص 150 ملغرام، فلهذا هاي الجرعة تقريبا ضعف هاي الجرعة، فلهذا ما يحبذ قسمتها. القضية الثانية، أحيانا بعض الأدوية تغلف بكسوة خارجية. هاي الكسوة الخارجية لها أغراض محددة، أما على مود تمنع يعني الطعام، تمنع الرائحة، أما على مود تحافظ على المنتج، أما على مود المنتج ما يأذي المريء أو المعدة أو كذا، أما على مود أعبر المعدة ما يذوب المعدة، أعبر للأمعاء، فبالتالي من أكسرها راح معناها أدمر الكسوة الخارجية. فلهذا أخواني الأعزاء، من تجي إلى الصيدلية وتطلب دوائك من الشركة أليف وما تلقاه، يقول لك عندي من الشركة باء وجيم ودال، فأنت تباوع تقول لا هاي حباية حمراء وذيك زرقاء، أو هاي برتقالية طاخة، برتقالية فاتح، أو هاي حباية كبيرة، هاي حباية صغيرة، أو هاي دائرية ذيك طولانية. هذا ما يفرق أبدا. المعدة ما تفتهم اللون ولا تفتهم الشكل ولا تفتهم الكبر والصغر. المعدة تعرف أنه تفلش الحباية من خلال السوائل اللي بيها والأحماض اللي بيها، وبالتالي المادة الفعالة راح تتحرر، سواء كانت الحبة زرقاء أو خضراء، سواء كانت الحبة طولانية أو مدورة، سواء كانت الحبة صغيرة أو الحبة كبيرة. هاي معلومات عامة عن الحبوب، وإن شاء الله بالحلقات القادمة نتعرض إلى تفاصيل أكثر عن الحبوب. شكرا جزيلا لكم.